بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. بصوا بجرب وعملت لنا شوية مكرونة لوز بالصلاة على النبي. تسلم ايدك يا رضوى، تسلم ايدك يا رضوى يا ولد، تسلم ايدك يا رضوى يا جميل. وانا بقى كان عليا شوية الفراخ. الصلاة على النبي. شوفوا الجمال، شوفوا الجمال، اللهم صل على الحبيب. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. صباحكم زي الفل، صباح العسل وصباح النشاط وصباح الطاقة الإيجابية، صباح الخير يا وجوه الخير. أحبكم في الله، ربنا يكرمكم ويرضيكم ويحقق أمانيكم، اللهم آمين. صباحكم زي الفل يا حبايبي. عيشوا معانا أحداث اليوم وصلوا على الحبيب المصطفى واذكروا الله. قبل ما نخش كده على الفيديو بتاعنا أقول لكم بس كلمتين كده على السريع. الناس اللي دخلت الفيديو اللي فات انتقدتني ان بدندن او بغني كده ساعه ما كنت بعمل المحشي. والله يا جماعه هي مجرد فلتات لسان، وسبحان الله العظيم ده دي من رحمه ربنا بينا ان احنا بيجيلنا سهو كده ان احنا ننسى كل الالام والمتاعب بتاعتنا في شويه ضحك، في شويه دندنه، في شويه اي حاجه تخلينا نبعد عن حزننا، واخدين بالكم؟ فسبحان الله الفيديو اصلا نزل لكم من غير مونتاج. فصدقوني انا لو كنت منتجت الفيديو وبصيت عليه مره واتنين زي ما بمنتج، مش زي ما بمنتج اي فيديو، كنت خدت بالي وبصيت الحته دي. لكن الفيديو نزل بطريقه عفويه جدا وبطريقه يعني مش عارفه اقول لكم ايه. ومع ذلك شكرا لكل الناس اللي لفتت نظري ان سيلفي لسه متوفي وانت بتدندني وانت بتغني. والله العظيم هي مجرد فلتات لسان ما لها دعوه بحزن. الحزن في القلب، الميت اخونا والحزن حزننا، والميت يعني وجع قلوبنا كلهتنا.
فما تربطوش الاكل والشرب مجرد دندنه. ربنا بيبعت لنا كده سهو والله العظيم ان احنا ننسى نطلع من الالم اللي احنا فيه بحاجات بسيطه زي دي. ومع ذلك حقكم عليا، وشكرا لكل الناس اللي دخلت نصحتني، وشكرا لكل الناس اللي دخلت شتمتني، وشكرا لكل هيتكم على عيني وعلى راسي. صلوا على الحبيب المصطفى واذكروا الله. وعندكم حق طبعا، لكن والله كل الموضوع كليته والله سهو وفلتات لسان ما اكتر. لا اقصد ان انا اغني ولا اني فرحانه، يعني عيب، ما يصحش الكلام ده بصراحه. تعالوا بقى اوريكم الباب اللي كان بالنسبه له من ضمن الحاجات المهمه، زي البرندة وزي الحاجات اللي كانت. الباب بصوا يا جماعه كان عامل لي هس في دماغي، بس المعلم صبحي بصراحه ظابطه بنت لذينه. صلوا على الحبيب واذكروا الله. وتعالوا شوفوا الباب ولا باب الحاره ولا باب الحاره. طبعا الزاويه دي يعني انا انصح كل اللي هيعمل زاويه في بيته يعملها خشب بامانه. دول مش كانوا معمولين حسابهم، دول وهم شغالين كده قالوا يا ابو عمار الحتتين دول عايزين زاويه، قال ليهم ركبوا الزاويه. انا عندي في البيت التاني زاويه ستانلس منظر، لكن لو حته برزت منها ومشيتي ايدك كده تتعوري في ثانيه زي الموس. الخشب احسن. بصوا الجمال، الباب معمول اي نعم هو كلفنا شويه لكن يستاهل بصراحه ربنا، لانه زيه زي البوابه الحديد دي وزي البوابه دي، امان للبيت. وكنت بصوا مستنيه بفروغ الصبر قد ايه الباب ده يخلص، لانه من اكتر الحاجات المهمه بالنسبه لي اللي كنت مستنيها تخلص هنا عشان اشوف شكل النهايه يبقى عامل ايه. وطلع روعه صراحه. تسلم ايدك يا معلم صبحي. جرب كده بعمار. عموله بصوا يعني عموله باتقان، عموله باتقان. معلم صبحي يعني شغل الخشب على ابوه. مش اول مره بقى اقول لكم، كل شويه اقول لكم المعلم صبحي. صلوا على الحبيب المصطفى. شايفين بقى عامل ازاي؟ لسه بقى ما يندهن ياخد له وشين دهان كده ويتظبط ويبقى تمام التمام. عموله على ابوه، حاجه كده عرض كف اليد اهو. طبعا الضلفتين دول بتفتحوا. بصوا انا هقفل لكم الباب وشوفوه اهو تمام. بسم الله ما كنتش متوقعاه يكون حلو كده بامانه. وفلوسه يعني فلوسه فيه، هو بمبلغ وقدره صحيح لكن فلوسه محطوطه فيه. خشب عموله على ابوه يا جماعه الخير. تعالوا كده نوريكم تفاصيله من هنا. بصوا شكل الباب عامل ازاي، ولسه كمان بقى لما يتنفض كده ويندهن ويتظبط وياخد له وشين ثلاثه. وعلى فكره دي برضه بتتفتح اهي. انت رحت فين؟ هنا دي بتتفتح اهي يا حبايبي. بس كده هيتحط هنا تقريبا جزاز مخصص للباب او فايبر. هو يستحسن فايبر عشان الهبد والرزع، لان هنا بيكون فيه الهواء جامد شويه، فخوفا على الجزاز يتكسر او كده او عيال، فالاحسن ان هو يتحط لها فايبر من اللي هو الابيض الشفاف. ودي بتتفتح كده يا حبايبي عشان التنظيف وكده اهو. بصوا جميل. لا المعلم صبحي بصراحه ابدع في الباب. بصوا سمك الباب يا حبايبي، بصوا سمك الباب عامل ازاي. هو لسه مركبينه امبارح خلي بالك. هتقولوا من جوه كده بالمره. اهو يوم ليه الصلاه على النبي. خليكم كده لما اطلع وافتح لكم. انا جيت اهو. ابو عمار كل ما الباب يخبط قوي يقوم مبرك لي. الترباس بسوستي تعالوا كده، وكل ما افتحها
واسيبه يقوم ناطر لفوق فيعمل صوت كده. مش تسيبيه سوست مش تسيبيه شوفوا كده. وانا لسه ايدي ما خدتش عليه معلش. يا العلم نور يا ولاد. عشان لا هو ممكن يعور ايدك انت لما تسيبيه، ممكن يعور معلش مش واخده على نقطه على الترباس العادي. ها بصوا بقى كل البيبان اللي هنا حاولنا ان احنا نظبط فيها، لان احنا مش كنا عايزين بصراحه نغير البيبان، بس هي غلطه. كل اللي يجي هنا يقول نفس الكلمه، يقول انتوا اكتر حاجه. الحاجه الوحيده اللي انتوا غلطانين فيها مش غيرتوا البيبان، لان البيبان سوقي شعبي يعني، فمش تقيله مش محمله، بس احنا اهم حاجه عندنا الباب الرئيسي والباب ده، وهم بصراحه يعني ايه تمام التمام. عملنا زاويه خشب برضه زي ما قلت لكم هنا اهي. يبقى فاضل هنا ايه يا حبايبي؟ طبعا علب الكهرباء اتفتحت، مش هيشتغل في الكهرباء الا بعد الادهان باذن الله يعني. البيبان دي كلها الوانها هتتغير بكره السبت ان شاء الله بعون الله، هيبدا شغل الدهان، ودهان عادي، لا معجون لا معجون ولا يحزنون، بلاستيك. هو الدهان العادي يعني ان شاء الله باذن الله. ان شاء الله في القرار العادي هيكون تمام البيت خلص، وننجل بقى اجهزتنا وننجل المكن بتاعنا، ونبدا بقى شغلنا اللي عطلان بقى له اكتر من شهرين، علشان خاطر كنا بنرتب امور البيت، والحمد لله رب العالمين يا اولاد كل شيء ليه اخر. شوفوا كنا فين وبقينا فين، والحمد لله. نطلع بقى نعمل فطار متين لابو عمار عشان نملى المحاشير، ونشوف هنعمل ايه تاني.
وزي ما شفتوا كده حبايبي عملنا فطار على السريع. حطينا سمنه بلدي، وبعد كده حطينا الطماطم وشلنا القشره بتاعه الطماطم بعد ما دبلت، ونزلنا بالبصل وبعد كده بالفلفل، وسبناهم لما يا دوبك خد ود بشكل ودي كده مع بعضهم. وبعد كده نزلنا بالبيض بشويه فلفل اسمر، وفي الاخر خالص حطينا شويه اي نوع جبنه عندك. وبعد كده لو حابه تدخلها الفرن كمان تاخد وش كده يكون تمام. كان معايا عبد ونوسه كده، وبعت الباقي العيال. هنقضي بقية يومنا كده هنا، وان شاء الله باذن الله ربنا يا رب يجعلنا بلمتنا ويفرحكم بحبايبكم ان شاء الله باذن الله. هننزل نكنس كده عشان خاطر النهارده عندنا يوم شوي. يعني انا متبله 3 فراخ كده بجالهم يعني دخلوا في اسبوعين اهو، فما بدهاش النهارده مفيش عمال، فهنولع بقى الفحم وهنشوي وهنظبط الدنيا ونروق عليهم بقى النهارده ترويقه محترمه كده. الغصان لا لا خشب.
هات يا اسطى القص. هات السدرة اللي عندك اللي ورا دي. دي؟ اه الصلاة على النبي. اقلبها. اه بصوا بقى رضوى عملت لنا شوية مكرونة لوز بالصلاة على النبي. تسلم ايدك يا رضوى، تسلم ايدك يا رضوى يا ولد، تسلم ايديك يا رضوى يا جميل. وانا بقى كان عليه شوية الفراخ. الصلاة على النبي. شوفوا الجمال، شوفوا الجمال. اللهم صل على الحبيب المصطفى. بصوا بعد ما خلصت شوية عم رضوى عملت شوية المكرونة. وصلنا هناك. الريحة وصلكوا فين؟ خلص. الصلاة على النبي. سخنة. انت الغطا يا ماما. سخنة سخنة. حاضر حاضر يا رحمة. سخنة يا ولاد، سخنة سخنة. سخنة. الفراخ مش متحملة.